اوكي. بما ان ابو الانوار قرر ينزل الالبوم بتاعه مره واحده كده، مش انه ينزل تراك ويلم اكبر ريتش ممكن يلمه زي الناس ما بتعمل يعني وهكذا يعني، فانا النهارده بصراحه جاي اكلمك عن البوم ابو الانوار. فيعني اضغط لايك، اضغط زر الاشتراك، وفعل زر الجرس، سلفني $1,000,000 يعني اكون شاكر ليك بجد. ويلا بينا ندخل نشوف ابو الانوار منزل البوم عامل ازاي. مبدئيا كده يا زميلي حابب اقول لك على حاجه، مش عارف اذا كانت ممكن تفرق في حياتك، اذا كانت حياتك الشخصيه ولا حياتك المهنيه، مش عارف هتفرق قد ايه في حياتك، بس حابب اقول لك ان ابو الانوار ما نزلش اي حاجه على قناته الرسميه بقاله 7 شهور، ما نزلش اي حاجه، بقى حرفيا ما نزلش اي حاجه. اخر حاجه نزل بها قبل الالبوم كان كليب دنانير وبلانك مع السونس، وعشان تكون واخد بالك برضو شويه، معرفش اذا كنت انت برضو عارف حاجه زي كده ولا لا، ولا هتفرق في حياتك ولا لا، بس اصلا الكليب كان متاخر عن التراك ب4 شهور، يعني التراك اصلا كان نازل اوديو قبل ما الكليب ينزل ب4 شهور، فيعتبر تراك متعاد بس عشان معمول له كليب. ومعرفش برضه اذا كنت هتكون واخد بالك ولا لا من حاجه زي كده، بس اخر حاجتين نزلوا على قناه ابو الانوار اصلا كانوا البومين، الالبوم اللي احنا داخلين نتكلم عنه ده والبوم قبله برضه. ما تعرفش بقى الراجل ده بيتعامل بالبومات، ما تعرفش بقى الراجل ده دماغه فيها ايه، بس بصراحه ابو الانوار من وجهه نظري انا الشخصيه انا شايف واحد من الرابرز المصريين القليلين المشهورين اللي لسه فعلا بتقدم راب، واحد قادر يجمع بين الفلوس وبين الراب، واحد من القليلين في مصر اللي فعلا مشهورين وقادرين يقدموا راب ويستغلوا برضه ويقدر يجيبوا لنا فلوس، يعني عادي جدا. هي فكره المعادله البسيطه اللي ويجز بنفسه ما قدرش يعملها، بس ويجز دخل كل بلاي ليست في مصر وبره مصر، يعني دي حاجه تحتسب له وتحتسب للراب سين المصري، بس يعني ما دعونا لأنا نتحدث في امور جانبيه وندخل احنا ندخل نسمع ونشوف الالبوم ده بيقول ايه من الاخر يعني. سيبك انت من الهري اللي احنا كنا بنهريه ده وتعالى ندخل على الالبوم. بس قبل ما ندخل على الالبوم برضه حابب اقول لك على حاجه، يعني انا حابب اقول لك على حاجه بس قبل ما اقول لك عليها انا اقول لك انا اسف، حقك عليا، معلش انا بحقق لك والله العظيم، بس انا ما سمعتش غير 5 تراكات بعد ما الالبوم نزل بيوم، انا سمعت 5 تراكات بس، انا اسف، والخمس تراكات اللي انا سمعتهم دول اول 5 تراكات نزلوا في الالبوم، فانا هكلمك عليهم تدريجيا. فيديو انت هتشوفه وبعدها ب3 ايام هتلاقي فيديو تاني انت بنتكلم بقى على 11 تراك الباقيين، فانا كنت حابب اقول لك معلومه زي كده عشان تبقى معايا، بقول لك انا اسف مره تاني، انا اسف حقك عليا. تاني حاجه يا زميلي احنا جايين نقيم التراكات، مش نتحنك عليها ومش نرياكشن عليها بمعنى صح، انا جاي اقيم التراكات اللي انا سمعتها اللي هم اول 5 تراكات في الالبوم ونديهم ريت، هنريد. فالتقييم هيحصل بناء عن كذا حاجه، والتقييم بتاعي هيبقى بناء عن ليركس حلوه، التنطيط بين الفلوهات، ده غير طبعا البيت وقوته، واللي هستنى منه الهيت اللي هتخبطني اللي هتدخلني في الفايب بتاعت التراك ماشي، ده غير طبعا ايقاع التراك في ودني هكون حبه ولا لا، استمتع بيه جدا ولا ايه الكلام وهكذا، فتقييمي هيبقى بناء على الحاجات دي كلها. كل اللي انت هتسمعه في الفيديو ده من وجهة نظر انا الشخصية، يعني عادي جدا تكون معارض في تراك مثلا مش عاجبني من ال5 تراكات، انت هتنزل تقول لي لا ده انت وين عنده والزفد يا باشا، احنا بنتبادل وجهات النظر، انا بحبك وانت مش عارف اذا كنت بتحبني ولا لا، بس انا بحبك والله العظيم. انا برضو حابب اسمع او اشوف وجهة نظرك تحت في الكومنتات، انت قول لي ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش وهكذا، انا جاي لك، انا مش هحلك والله، انا مش هحلك. ونبدا باول تراك نزل في الالبوم، هو اسمه نمر كتير. نمر كتيرة في موبايلي فبنعمل عليكم النمر في الشارع والنت. تراك زي كده بصراحه كان نفسي يبقى اطول من الوقت عشان كان هيبقى اجمد من اللي هو فيه بكتير قوي، ده غير شويه نكش كده للحاج ميم، فتقدر تقول عليه تراك للتسليك الزور للي جاي من بعده. التراك ده مدته قصيره ايوه، ولو كان هيبقى اكبر ايوه في المده، ولكن التراك بيديك تمهيده للي جاي في الالبوم عامل ازاي. فبصراحه التراك يعني عجبني قوي وكيفني قوي، بس هكون حابه جدا، انا هكون حابه فشخ كمان، وكان هيكون من التوب عندي في التراكات لو كان اطول شويه، معرفش ليه بس انا بحب التراكات الكبيره. انا حاسس ان الكلام ده ممكن يتفهم غلط، يعني حاسس بجد وحاسس ان الكلام ده ممكن يتفهم غلط، فبالنسبه لي بصراحه تقييمي للتراك ده هيكون 7 من 10، انا اسف معلش، تعال على نفسك. وندخل بقى يا زميلي على تاني تراك اسمه الصحبه والكاس واللم. قصص كتيره في دمي فتحس اني فاتح بيوتي صالون، حاسس ان انا من ليفربول عشان في فانز في ظهري ومش بمشي الون. تراك زي كده انت لو شلت منه الكورس هتلاقي التراك مصفصف معاك على دقيقه ونص، فاهم؟ حلو قوي وبوس ايدك
انت فاهم؟ شكرا عم ابو الانوار والكلام ده كله. فمش عارف الكورس كبير قوي واكل منه كتير، لكن بالنسبه لي بصراحه التراك حلو، والتراك حلو قوي يعني عجبني قوي، وايقاعه في ودني كان عاجبني، وكان اللي هو انا لما سمعته عدته تاني وهكذا. لكن حته الكورس يعني ما كانتش عجباني قوي، لان الكورس بصراحه انا كنت شايفه تقيل على الودن قوي. ما بعد الكورس كان حلو قوي، لكن كمجمل تراك فانا شايف بصراحه ان ده الطبيعي بتاع ابو الانوار. مفيش حاجه جامده واو، مفيش حاجه انت قاعد خالص انت سامعه متكيف، انت التراك عاجبك وعاجبه ايقاعك في ودنه وايقاعه في ودنك، انت تمام قوي مع التراك ده، متعايش معاه. مع اني بصراحه شايف ان الكورس بتاعه واكل منه كتير، فبرضه كان عاجبني. فتقييمي بصراحه للتراك زي كده 7 من 10 برضه، وده بسبب الكورس ومساحته في التراك ده بالنسبه لي. يعني انا معلش، انا بعد كل تقييم هضطر اقول لك انا اسف، ما اعرفش ليه بتاسف لك، بس انا اسف. نسيبنا من ده بقى ونروح لتالت تراك معانا في الالبوم، هو تراك الالبوم نفسه اللي هو اصلا اسمه حبه فوق وحبه تحت، فيتشر موسى سام وابي يوسف. انا هنا اهو، انا هنا اهو، النهارده تحت خالص بس بكره بقى فوق، انا بقليل. وان احنا اصلا لسه متكلمين على الكورس، فانا ما اكدبش عليك، انا مش عارف ليه انا حبيت الكورس بتاع حبه فوق وحبه تحت، وخصوصا لما سمعت فيرس ابو الانوار، لان فيرس ابو الانوار بيكمل لك المعنى بتاع الكورس اصلا. فيرس ابو الانوار حلو قوي، حلو قوي اللي اقصد بيه اللي مكمل معنى الكورس جدا قوي يعني. لكن التراك ده بالنسبه لي كمجمل يعني التراك ده احسن تراك سمعته من الخمس تراكات اللي انا سمعتهم في الالبوم، وحاسس انه هيكون احسن تراك في الالبوم كله، علشان بصراحه انا اول مره اشوف المستوى من الفلوهات دي موسى سام. انا اول مره اسمع صوت موسى سام اصلا عامل كده. وبصراحه بالنسبه لابي يوسف فانا حاسس انه عايز يقدم شخصيه جديده، مش عارف ليه بس حاسس انه ممكن يقدم شخصيه جديده. هو تقريبا هينزل تراك قريب، فاحنا برضه هنشوف لو في شخصيه جديده ممكن تتقدم في تراك زي كده ولا لا، فاحنا هنشوف برضه. فبصراحه بالنسبه لي التراك ده احسن تراك انا سمعته في الخمس تراكات اللي انا سمعتهم، وحاسس انه هيكون احسن في الالبوم كله عامه، لان في مستويات حلوه قوي، والليركس بتاعته حلوه، والبيت بتاعه حلو، وايقاعه في ودني حلو جدا، وابي يوسف فيه جامد فشخ. فتراك زي كده بالنسبه لي 10 من 10، لانه احسن تراك انا سمعته لحد دلوقتي. 10 من 10. انا مش اسف، تتاسف لك تاني، انا خلاص زمن الرسوبات راح. وندخل يا زميلي على رابع تراك معانا في الالبوم، وهو اسمه هو انت هبل. انا مش بسالك، هو اسم التراك كده فعلا، انا اسف بس هو اللي فيه حكم، انا حقك عليا. ايه بخش ارقص الشباب دانس، لو شفتني في مول هتلاقيني لابس كاب والكاشات ديت من الراب. ما اكدبش عليك يا زميلي، التراك ده عدته كذا مره، وكل مره بقول هرجع اركز مع ابو الانوار عشان اشوفه بيقول ايه وبيقولها ازاي وهكذا، ولكن بصراحه البيت بيسحلني معاه بطريقه غريبه. حاولت اسمع ابو الانوار في الاول بصراحه، ما اكدب اول 3 مرات سمعت فيهم التراك، بس البيت كان بيسحلني معاه فعلا، البيت والهيت بتاعته وايقاعه في ودني، فانا كنت حابب قوي بيت زي كده، وخصوصا كنت شايف كل حاجه ماشيه معاه بالود وبالحنيه. ابو الانوار كان بيساسي التراك، وكان بيديلك كده ايه، خد التراك، خد المتعه، خد الليركس، خد الفلو، انت فاهم يعني، كان بيديك كل حاجه فعلا جامده قوي. وبصراحه اكتر حاجه كانت عجباني في التراك ده البيت بتاعه، كان في حته ثانيه خالص. فبصراحه تقييمي للتراك واللي حصل فيه ده كله 8.5. معرفش ليه ما وصلتش 9، بس هي كده كيفي كده علاش. ونخش يا زميلي على الخامس تراك معانا في الالبوم، وهو اسمه مسافات. ما كسبناش الا لما خسرنا، وما نزلناش الا لما وصلنا، وما صبناش غير بس نصيبنا، بس معاك الصعبيهم. تراك مختلف بصراحه عن الخمس تراكات اللي انا سمعتهم كفايب، حتى كمان في البروديوس. شوف حتى كمان في الناس اللي عامله البيت عاملينه 3، اللي عامل البيت 3. انت متخيل؟ والله بجد متخيل الرقم 3 عاملين البيت. معرفش بقى واحد واقف على التكتكه ولا واحد واقف على السكسكه، ولا بتعرفش انت بقى الناس دي كانت بتعمل ايه في البيت عشان 3 يعملوه. ندى وقرش وبوكو، انا ما اعرفش مين ال3 دول، ما تسالنيش عنهم، انا والله العظيم ما اعرفهم اقسم بالله. ما اعرفش ايه الصعب ان بيت يعملوه 3، مش عليه. انا اصلا دخلت واول ما شفت البروديوس ان في 3 معاه على البيت مع ابو الانوار على البيت، فانا ثانيه كده بنات توقعت ان التراك ده هيبقى اقوى تراك في الالبوم كله. التراك ده هيكون الهيت بتاعت الكيك خبطالي في ودني، ايقاعه جامد فشخ، ليركس اوف اكس لاكس برو، الفلوهات نجز والحاجات دي كلها. فانا يعني انا كنت داخل بادي توقعات كبيره قوي، 3 عاملين بروديوس، 3 عاملين بيت، 3 عاملين بيت، اكيد هتبني توقعات كبيره. فدخلت سمعت التراك، لقيته اولا مش الطيب بتاعي المفضل من التراكات، دخلت لقيت البيت يعني
مش عارف ايه الصعب في ان انا اعمل بيت زي كده علشان يعملوه معايا 2 كمان. انا ما اعرفش، اقسم بالله انا ما اعرفش زيك والله العظيم. فانا بصراحه يعني تراك زي كده بالنسبه لي واخد 5 عشان ابو الانوار. ده ال5 دي لابو الانوار مش لاي حاجه تاني. ابو الانوار هو اللي حلو في التراك بس يعني ده اللي عجبني ما اكذبش عليه. فانا بالنسبه لي بصراحه تراك زي كده 5، وال5 دول اصلا لابو الانوار مش لاي حاجه تاني. فبس يعني عند كده احنا خلصنا. ما اعرفش ممكن يكون الفيديو طويل ولا مش عارف. انا هلت كتير قوي، بحس ان انا هلت كتير قوي وحاسس ان الفيديو هيكون طويل مش عارف ليه، بس حاسس انا هلاقيني بسجل دلوقتي في المونتاج. انا حاسس والله العظيم. المهم يا زميلي يعني ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل الحاجات الحلوه دي. بعد ما تشوف الفيديو ده ب3 ايام ان شاء الله يعني ده لو لينا عمر، فانت هتلاقي تاني فيديو نازل لمراجعه الالبوم كامل بتاع ابو الانوار اللي باقي من التراكات اللي هم 11 تراك. فبس يعني سلام.